رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع شيماء كويزين في وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله باش نعملوا تستيرة موزوزة وياسر بنينة. تابعوا معنا الوصفة بقدر الله تنال إعجابكم. أول حاجة باش ناخذ المكونات متاعي. باش ناخذ قدر 10 جرينات فلفل، عليهم 3 كعيبات طماطم، ومعاهم كعبتين أعظم. مع الطماطم باش نقلي 4-5 سنونات ثوم. أول حاجة باش نغسل الفلفل متاعي وباش نحيلو الراس نتاعو، وبعديك ننشفو، نحاول ننشفو باش ما يترشقش عليا في الزيت. باش نقسم الطماطم نتاعي انصاف، اول حاجه نعملها باش نقلي الفلفل. نقلي الفلفل نتاعي ديما على نار متوسطه، نقلبو على الجنبين. طريقه باش نقلي كعيبتين العظام نتاعي. بعد ما قليت الفلفل نعملهم مروبين شويه، وتويكا كملنا حطينا الطماطم هي والثوم تتقلى، وبعد نخرجوهم الكل. بعد ما برد الفلفل والطماطم نتاعي قشرت الطماطم وقشرت الفلفل. تو باش نسطرهم مع بعضهم، ما نسطرش معاهم العظام، نسطرها وحدها. تسطيره هكا اسمع على جسمها، معناتها نشد السكاكين ونبدا هكا نسطر، نمشي هكا عكس بعضهم معناها السكينه، حتى لين تولي عندك سلطه مشويه معناتها تبدا جويده. كملت سطرت الفلفل والطماطم ومعاهم هكا سنة الثوم. كيف العظام سطرتها وحدها. تويكا باش نزيدها مع الخليط نتاع الفلفل والطماطم وباش نبدا نفوح. باش نصب تويكا شويه زيت زيتونه، قدر كاستاي هكاكا زيت، وباش نحط مغرفه صغيره ملح، ومغرفه صغيره تابل وكرويه، وشويه فلفل اكحل. خلط الكل بالسياسه. اللي يحبها اكثر موزه ينجم يزيد مغرفه صغيره هريسه عربي. وهذه كانت وصفتنا اليوم. ان شاء الله يا ربي نالت اعجابكم. حويجه خفيفه نجموا نعوضوا بها سلطه مشويه وتحضر في ساعه وياسر بنينه. ان شاء الله يا ربي عجبتكم وصفتنا اليوم، ودمتم في رعايه الله وحفظه.